تعالي بقى النهاردة هقولك على تتبيلة للفراخ المشوية أو للحمة المشوية. هتوديلك المشويات بتاعتك في حتة تانية، طعامة، وهتلاقي اللحم معاكي نسيجه طري جدا. وبصي حاجة كده من الآخر. ليه الزحمة اللي حواليا دي؟ ما هي دي التوابل، كلها بسيطة جدا وموجودة في قلب بيتك. جبت كده كام طماطمايه عشان أنا عندي فرختين، هما وسط مش كبار قوي، لاني لما تحبي تجيبي فراخ للشوي ما تجيبهاش كبيره قوي. ولو جبتيها كبيرة قبل ما تدخليها الفرن حط لها ورق فويل من على الوش او ورق زبدة، غطي الصينية بتاعتك بورق فويل او ورق زبدة. وجبت بصلاية كده تكون وسط قطعتها معاهم. لازم البصلاية، لازم حتى لو انت عندك بصل بودر برضو حطي البصلاية. وشوية توم كده متفصصين، يعني من 5 ل6 كده. وهنا بقى انا حطيت من معلقتين ل3 سكر. لو مش عايزة تحطي السكر يفضل عسل نحل، هو يفضل العسل، بس ما كانش عندي فطبعا السكر هيقضي الغرض. بس يا بنات بصي بقى، ده فلفل اسمر حطيت كده شويه منه، يعني معلقه. خلي بالكم المعلقه اللي انا بعمل بيها دي اللي هي معلقه الشاي الصغيره، حطيت معلقه. وهنا هحط معلقه كمون. لا هي دي معلقه شطه يا بنات، الكمون اهو، ومعلقه كمونه هي. بصي كلها توابل من قلب البيت، مش هنفتكس حاجه جديده او هنقول حاجه جديده. لكن الوصفه دي لو جربتيها مره وتمشي بالطريقه دي بالظبط، ان انت تسيبي الفراخ في التتبيله دي قد ايه، هتلاقي نتيجة مبهرة. من المفترض ان انا احط لوري مطحون، بس ما كانش عندي فحطيته صحيح عادي جدا جدا جدا، مفيش اي مشكلة. اللي موجود عندك مشي بيه الدنيا. معلقة جنزبيل، ولازم ولا بد من الجنزبيل في المشويات. كنت جايبه الكيس ملحقتش طبعا افضيه لان هما كانوا شويه صغيرين فمش محتاجين. دي بقى الخلطه اللي انا قلتلك هنحتاجها في المحاشي والمشويات والكلام ده كله، اللي هي خلطة الملح والكمون والكزبرة وبابريكا وفلفل اسمر وشطة. تمام. حطيت معلقة خل، وهنا هحط دبس رمان، شوية كده من دبس الرمان برضو معلقة. تمام يا بنات. وهحط معلقة من صويا صوص. لو انتي ما جربتيش المشويات بدبس الرمان او صويا صوص، بجد بجد فرقت معاكي، هاتيهم هتلاقي الدنيا فرقة كتير بيهم، يعني بيهم هما المشويات افضل. بصي بقى ده زيت اكل عادي جدا، حطيت يعني معلقه كبيره بس كده، مش هحط اي حاجه تاني. بس يا بنات هروح ضرباهم في الكبه ضربه محترمه، اللي هو هنعم كل حاجه. لو مش هشتغل في الكبه اشتغلي في الخلاط عادي جدا، مفيش اي مشكله. حتى لو انت جبتي المبشره وبشرتي كل اللي انا قلتلك عليه دون البصل والطماطم وتدقي التوم عادي جدا، مفيش برضو اي مشكله، هي نفس التتبيله. بجد يا بنات طعم الفراخ بيبقى جميل قوي، والفراخ دايبه. بصي انا هوريكي في الاخر الدبوس ما استحملش ان انا امسكه، وما اخدتش وقت خالص في الفرن. هقولك بالظبط اخدت قد ايه وسبتها على نار قد ايه. بس يا بنات هنا بصي حتى اللي في الغطا انا اخدته، ما انا مش هسيب ولا فتفوته من التتبيله دي. تبلتها كويس قوي من بره من جوه، وجبت سكينه وفتحت كده كام فتحه في الصدر عشان ادخل التتبيله دي في الصدر، وبيتها من بالليل لحد الصبح بعد الظهر. لو انت بقى مستعجله ما ينفعش تسيبيها اقل من ساعتين، وبعد ما تتبليها لازم تدخل التلاجة. بصي من جوه ومن بره وتحت الجلد كمان حطي. المهم يا بنات انا دخلتها الفرن الاول على درجة حرارة واطية جدا، سبتها ساعة على درجة حرارة واطية، وجيت بعد الساعة عليت الفرن عليها وسبتها. يعني اخدت نص ساعة بالظبط، يعني في الفرن خدوا ساعتين، ساعة ونص، ساعة ونص. ساعة على نار واطية عشان تستوي كويس قوي، ونص ساعة على نار عالية. دي كانت الفراخ بتاعتي، لان الواحدة كانت كيلو ونص. لو انت بقى فراخك اكبر من كيلو ونص حطيها ساعة وساعة، يعني ساعة على نار واطية وساعة على نار عالية. الافضل طبعا ان انت تعمليها من بالليل لتاني يوم. صدقيني التتبيله دي هتفرق قوي قوي قوي، بسيطه جدا
توابل موجودة في كل بيت، لا حطيت بقى توابل فراخ ولا كاري ولا اي حاجة. وهوريكي لونها طالع عامل ازاي. بجد يا بنات حلوة قوي. جربيها وقولي لي ايه رأيك فيها. هنا انا كنت بعمل الكبد والقوانص علشان برضو ايه، هحطهم في قلب الفرخة وهما بيتشووا. بس يا بنات هنا بقى كانت طلعت معايا، وبجد بجد بجد كانت جميلة جدا. بصي هتلاقي في جنح كده لوحده اهو، ما استحملش ان انا اطلعها من الصينية. بصي صدقيني ما مستحملة. وشايفة لون وجمال الفراخ، يعني مش عايزة اقولك الطعامة والجمال كانت عاملة ازاي. يلا بقى لو انتي وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي اللايك وتشجعيني بكلمة حلوة ودعوة حلوة، ولك بالمثل، واشوفك على خير في فيديو جديد. مع السلامة.